الشيخ جاسم الحرصي إمام وخطيب مسجد عبد الله السويدي ضيفا عزيزا في هذا اليوم المبارك، ويحدثنا الشيخ عن فضل الدعاء. حياك الله يا شيخ جاسم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الشهر العظيم وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين فيه. وأما فضل أو ما يتعلق بفضل الدعاء فإنه مما ينبغي أن يعلم أولا أن العبد لا يزال في حاجة إلى ربه ومولاه، لا ينفك عبد من العبيد من حاجته إلى ربه. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما معنى الفقراء إلى الله؟ يعني أنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون فقر العبد فقر لازم له، وغنى الرب سبحانه وتعالى غنى لازم. ما معنى فقر لازم؟ يعني أن سواء اغتنى فيما يظن أنه هو اغتنى ولا ما اغتنى ولا راح ولا جاء، كان كبير ولا صغير، فهو فقير إلى الله تبارك وتعالى. لذلك احنا نرى الآن أحيانا الإنسان قد يملك ملايين في الدنيا ومع ذلك مثلا يحس بفقر ويحتاج إلى مثلا السعادة أو يحتاج إلى شفاء مرض. بعض الناس يبتلى ببعض الأمراض عافانا الله وإياكم، وده لو يدفع فلوسه كلها حتى يعافيها الله، فهذا فقير إلى العافية وفقير إلى النعمة. والرب تبارك وتعالى غني عن العباد. لذلك ايش يقول الله تبارك وتعالى؟ إن يشأ يذهبكم كلكم أيها الناس ويأتي بآخرين. فإذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الغني وأن العبد هو الفقير، عرفنا من هذا فضل الدعاء وحاجة العبد إلى الدعاء، وأن الإنسان لا ينفك عن الدعاء في كل لحظاته وكل نفس من أنفاسه، فهو محتاج إلى الله تبارك وتعالى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أكثر الناس دعاء، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن أدعية الأنبياء، وما من نبي من الأنبياء إلا كان له دعوات يدعو بها ربه عز وجل. نوح عليه الصلاة والسلام كان يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ربي ألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وهكذا جميع الأنبياء لهم دعوات حفظها لنا القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس دعاء وإلحاحا، مع أن الله غفر له إيش؟ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع أن الله وعده بكل خير. حتى في يوم غزوة بدر يقول أبو بكر قبل لا تبدأ الغزوة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى سقط منه رداء، سقط منه المشط اللي كان عليه، ويستغيث ربه سبحانه وتعالى حتى أنزل الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فكان أبو بكر يقول: كفاك مناشدة لربك فإن الله سيجيب لك سؤلك. فكان يلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء لأنه يعلم أنه محتاج إلى الله وأنه فقير إلى الله. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. فقال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا عرفنا أن العبد ما ينفك عن رحمة الله وعن فضل الله، يعلم أن إيش؟ محتاج إلى الدعاء. هذه الأنفاس اللي تدخل في جسمك وأنت لا تشعر بها، في اليوم 24,000 نفس
يدخل في جسمك ويطلع وأنت لا تدري، أصلا أنت مشغول وتسولف وتأخذ وتعطي وتأكل وتشرب وتنام، والنفس يدخل ويطلع وأنت لا تشعر. النفس الواحد لو أمر الله بإيقافه ماذا ستفعل؟ كيف سيكون حالك؟ تحتاج إلى أجهزة كبيرة حتى تعطى يعني نفسا اصطناعيا كما يقال. رجل من بني إسرائيل عبد الله 500 سنة، وكان 500 سنة يصوم نهارها ويقوم ليلها. يعني جاء في نفسه مثل ما يجي بنفسنا أحيانا لما الواحد ما شاء الله يكثر من قراءة القرآن ولا يقرب من ربه سبحانه وتعالى، جاء في نفسه أنه ما شاء الله يسوى شيء عظيم لله، فأذن الله تبارك وتعالى لعرق في رقبته أن يضرب، فمن شدة الألم ما نام الليل كله، لم ينم ليلة كاملة. ثم إن الله تبارك وتعالى من عليه فسكن هذا الألم. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني أوحى إليه ملكا أو بعث إليه ملكا فقال له: عبادتك 500 سنة هذه تسوى سكون الألم، فكيف يعني تعتقد أنك راح تدخل الجنة؟ لذلك لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله وفضله. ومن هنا نعرف فضل الدعاء، والدعاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو العبادة، لأنه هو لب العبادة. احنا ليه نصلي ونصوم ونعبد الله سبحانه وتعالى؟ نطلب الجنة، والدعاء طلب. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يعني سمى الدعاء عبادة. ليه عبادة؟ لأن أنت العبادة ماذا تريد من العبادة؟ لماذا تعبد الله؟ تطلب الله الجنة وتستعيذ به من النار، وكذلك الدعاء طلب. لذلك لما قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كان للمفسرين وجهان في التفسير، في تفسير أستجب لكم كلاهما على معنى الدعاء. قال بعضهم: أستجب لكم أعطيكم سؤلكم، تسألوني فأعطيكم ما طلبتم. وقال بعض المفسرين: أستجب لكم أثبكم، أعطيكم الثواب، والثواب يكون على العبادة، الثواب يكون على العبادة. فالشاهد الدعاء والعبادة، العبادة هي الدعاء والدعاء هي العبادة، وهي خلاصة ولب العبادة. لماذا كانت خلاصة ولب العبادة؟ لأن العبادة هي التذلل لله تبارك وتعالى، والإنسان إذا جاء يطلب فيه ذلة. لذلك الإنسان لا يطلب إلا من الله سبحانه تبارك وتعالى، وقدر الإمكان يتخفف من سؤال الناس إن أمكن، لأن السؤال فيه تذلل للمسؤول، والذلة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. الدعاء يا أخوان تعرفون كما لا يخفى على شريف علمكم له مواضع يستحب فيها وصفات وآداب يتأكد فيها. فمن أعظم هذه المواضع لما يكون العبد ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى. لماذا كان هذا أعظم المواضع؟ لأن هذه حالة اجتمع فيها ذل حسي وذل معنوي. الإنسان ما يحمي رأسه ولا يضع جبهته إلا لله تبارك وتعالى، ولا يطلب أيضا إلا من الله تبارك وتعالى. فهذا صار فيه كمال الذل المعنوي وكمال الذل الحسي الظاهري في البدن. لذلك الإنسان يغتنم السجود في صلاة التراويح. الآن نحن نصلي 11 ركعة، يغتنم فيها بالدعاء ويسأل الله تبارك وتعالى من فضله، كما قال الله تبارك وتعالى: واسألوا الله من فضله. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، لأنه يشوف نفسه مستكبر ومتعالي على الله ما يحتاجه. ومن هنا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول في دعائه: إن شاء الله، رب اغفر لي إن شئت، الله يهديني إن شاء الله.
يعلق الدعاء بالمشيئة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ حتى لا يظهر فيها احتياج، يعني إن أعطيتني وإن ما أعطيتني تراها ما تفرق معي، إن بغيت تعطيني ولا أنشدت تعزمني وإنشدت لا تعزمني، هذا مستغني عن الله تبارك وتعالى، ما هو محتاج إلى الله تبارك وتعالى. أنشدت تغفر لي وإنشدت لا تغفر لي. لا يقول أحدكم رب اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له. ما في أحد يكره الله ولا أحد، والله سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيء، يغفر الذنوب جميعا. لذلك العبد لا يعتقد أن ذنوبه الكثيرة ما راح يغفرها، يغفر الذنوب الكثيرة وإن بلغت عنان السماء، لكن يلح على الله بالدعاء ويظهر من الله أن خاشع بقلبه. لا يدعو دعاء الغافل. دعاء الغافل يا إخوان لا يلتفت إليه. حتى أنا لما أجي أطلب منك شيء وأسألك وأنا مشغول ولاهي ما راح تعطيني قيمة ولا راح توجب لي، لكن لما أطلب منك برغبة وبإلحاح ستنتبه إلي وتصغي إلي. لذلك يلح العبد على الله تبارك وتعالى، واللي يطرق باب الكريم فليبشر بخير، فإن رحمته وسعت كل شيء. وقد كتب الله كتاب، يقول ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب مثل العهد بين الله وبين خلقه. ما هو الكتاب؟ أن رحمتي سبقت غضبي. هذا كتاب عظيم. وين حطه؟ العرش، عنده في العرش كما في صحيح البخاري. الله كتب كتابا فهو عنده تحت العرش أن رحمتي غلبت غضبه. فإذا كان رحمته يا إخوان غلبت غضبه، ليه نبتعد عن رحمته؟ وليه ما ندخل في هذه الرحمة؟ وأين نحن من هذه الرحمة؟ وليش الناس كثيرا ما يبتعدون عن أسباب الرحمة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المرحومين ومن المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يبارك لنا في شهرنا هذا ويعيننا وإياكم على الطاعة والخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله